وكي دايرين الزينين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيان. اليوم نشارك معكم واحد البريوش كيجيو مقطنين وخفافين. ندوزو المقادير على بركه الله. عندنا نص كيلو ديال الفورس بيض، عندنا كاس كبير ديال فينو، جوج بيضات، كاس الزيت صغير، كاس سنيده صغير. المهم انا كنختار كاس صغير، نتوما بغيتو ديروا كاس عادي على حساب الحلاوه اللي كتبغيو. جوج معالق ديال خميره حبيبات، عندنا فاني، معلقه تاع الزبده كبيره، كاس كبير ديال الحليب يكون دافي شويه، وعندنا شويه تاع الملحه. ندوزو على بركه الله. اليوم راني غنعجنها ان شاء الله في العجانه. وراكم عارفين اختكم اليوم كتاف طايحين مع الشقه وتماره وهذا. المهم العجانه كيجي فيها، يعني الا عندك العجانه من الاحسن كدلكها لك مزيان، ما عندكش العجانه استعملي يديك. دابا البنات كما كتشوفوا كناخذ الخميره هي الاولى كنديرها في العجانه ديالي، كندير عليها الكويس ديال سنيده، وكناخذ نص ديال هذا الحليب اللي قلت لك، هذا الكاس كبير كناخذ غير نص ديالو، كنكبوا على ديك الخميره والزبده او الزيت، كنحرك شويه هكا ايوا اليوم البنات ما ديوش عليا راني تالفه شويه والمخ مشى. درت هنايا الخميره وسنيده والحليب، وانا قلت لكم الزبده والزيت راني تالفه شويه، ما ديوش على اختكم بالشاويه. هكا ملي كتخلطي هاد الخميره مع سنيده كتاخدي شويه ديال الطحين، غير مقدار قليل بحال هكا شويه، وكتخلي الطحين الاخر وكتخلطي، كينسجم لك هاد شويه هاد الطحين مع الخميره وسنيده وهذاك شويه الحليب اللي درنا صافي. وكتخليها هذه كتخليها شي 10 دقائق حتى كتخمر، ديك كطلع علينا الخميره شويه عاد كنزيدوا المقادير طبعا. هانتوما البنات هاني غطيت المقادير ديالي الخميره باش تخمر، قلت لك مده 10 دقائق. ايوا هي كتخمر كناخذ معلقه ديال الشكلاط ديالي كحل هكذا، هو اللي غنعمر به انا البريوش. كناخذ ورق طبخ وكندير هكا معلقه صغيره، وكنديرو في الفريغو باش كيجيني ساهل ملي كنبغي نعمرها. وانتيا الا كان اختيار بغيتي ديريهم ناشفين خليهم ناشفين. كما كتشوفوا البنات ملي خمرات لنا العجينه ديالنا شويه، كناخذ فاني وكناخذ كاس الزيت ديالي، وهذا الحليب اللي بقى ليا من الكاس الكبير كنحرك شويه. هانتوما كما كتشوفوا البنات كنخلطوا المقادير ديالنا كتنسجم مع ديك الخميره، وعاد كنديروا هنا بيضه كامله بالصفر ديالها، والبيضه الثانيه كناخذوا غير البيض، كنحتفظوا بهذا الصفر باش ندهنوا به في الاخر. دابا هنا حلا بيضه كامله وبيض بيضه صافي، وكنعاودوا نحركوا عاوتاني. ملي حركت البيض ديالي انسجم مع المقادير، كناخذ الكاس ديال فينو حتى هو وكنحرك شويه حتى كيدخل عاوتاني داك الفينو في الخليط، وكناخذ عاوتاني المليحه ديالي كنديرها فوق الطحين وكنحرك. ودابا كناخذ الطحين ديالي، هذا الفورس راه مغربل، كناخذ غير قياس بشويه بشويه وكنحرك حتى كتجمع ليا العجينه، وعاد كنديرها في العجانه باش تدلك. وهنا البنات من بعد ما تعجنات لينا العجينه نتوما كما كتشوفوا راه كتجي خفيفه، ما تجيش قاصحه، السر ديالها هي تجي شويه خفيفه صافي. كناخذ المرحله الاخرى عندي هي هاد المعلقه الكبيره ديال الزبده، كناخذها كنزيدها فوق العجين وكنعاود نخلط صافي، كنعاود ندلكها. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا ها العجينه ديالنا كيف جات، هانتوما كتشوفوا فيها يعني خفيفه ما تجيش قاصحه، حيت السر ديالها هي انها تجي خفيفه باش تجيكم مقطنه وتجي البريوش خفيف ومقطن. دابا كناخذوا سلوفان وكنغطيوها مزيان وكنخليوها تخمر، ضروري تخمر مزيان حيت السر ديالها خصها تخمر باش يجيو مزيانين. هانتوما البنات من بعد ما خمر ليا البريوش ديالي هانتوما كتشوفوا كنحيد منه الهواء هكا، شي العجينه راها خفيفه صافي. هاد الميزان حدايا انا كندير 40 غرام في الوحيده، هذه كبيره
كندير 40 هكا. الشكلاط ها هو اللي قاديت قبيله ودرتو في الفريكو. كتاخدي وحيده كديريها الوسط كتجمعي عليها العجينه هكا صافي، وكتحطيها في الطاوه ديالك وكتمشي هكا. هانتوما البنات بعد ما كملتهم كورتهم كتوركي عليهم غير شويه هكا صافي، وكتغطيهم وتخليهم يخمروا. عاد نوريكم المرحله الاخيره، وحاولي تخلي الفرق بيناتهم حيت مازال تيخمروا باش ما يتلصقوش ليك. هانتوما البنات دابا من بعد ما خمروا لينا بريوش ديالنا دهنتهم بصفر البيض ودرت عليهم شويه زنجلان كحل، وانتي ديري الزنجلان اللي بغيتي. صافي غنديروه في الفران على درجه حراره 200 من التحت هي الاولى، وعاد مني يتحمر شويه من التحت نشعلوا عليه من الفوق. وهنا البنات ها من بعد ما طابوا لي بريوش ديالنا هانتوما كتشوفوا فيهم درت لهم شويه بسكر كلاصي كيجيو مفشفشين هكا. هانتوما كتشوفوا هانتي درت في وسط منهم الشكلاط، هانتي شفتي الشكلاط ها هو كيجيو مفشفشين ورطبين. ايوا بالصحه والراحه، وما تنساونيش من لي لايك وابوني وفي الكومونتير شجعوني.